السلام عليكم ورحمة الله، نصلي على الحبيب عشان قلوبنا تطيب. تعالي خدي مني الملوخية الجميلة ديت، ملوخية عظمة من الآخر، العظمة لله وحده. بس ما تنسيش لو طريقة الملوخية بتاعتي عجبتك ما تنسيش تحطي لايك، ده بعد إذن حضرتك طبعًا. أنا عندي هنا ملوخية مسكناها، حماتي الله يبارك لها يا رب مسكتها قطفتها لي وضبطتها لي كده، وأهم حاجة بُصي شايفة العنقود اللي طالع من ورقة الملوخية ده، أهم حاجة عشان هو ده اللي بيعمل العرق. مسكتها غسلتها وحطيناها عشان تنشف يعني أهم حاجة إن هي تنشف والمَيّة اللي فيها تنشف خالص، معاها فصّين توم، معاها قرنين فلفل، واحد أخضر وواحد أحمر زي ما أنتِ ما كنتِ شايفة بالضبط، أنا هنا مسكتها خرّطتها، بُصّي أنا باورّيكِ التفاصيل، باورّيكِ التوم وباورّيكِ الفلفل الأخضر والأحمر باين إزاي، دي التَّكّة اللي بيعملوها في المطاعم تَكّة عالمية، طريقة ملوخية من الآخر، هتتاكل كده بالعيش كده حاف، يعني مش هتعوزي تعملي جنبها أي حاجة أصلًا غير طبق بتنجان مخلل وهتبقى بُصّي وديتِ الأكلة في حتة تانية. أنا هنا ما عنديش شوربة ولا عاملين لحمة ولا عاملين فراخ ولا عاملين حاجة، طماطماية دي مَيّة على النار، طماطماية، ورق غار، فصّين حبهان، حطيت واحدة ماجي، دي كزبرة ناشفة، حطي كزبرة ناشفة في قلب الشوربة، رشة كمون، رشة فلفل أسود، كده عملتِ أحلى شوربة في حياتِك. أنتِ ممكن الشوربة دي تسقي بيها محاشي، يعني لو حاطة الفراخ مثلًا في الفرن أو حاطة البطاية في الفرن، فأنتِ ممكن تعملي شوربة صناعية. عندِك حتّة دِهنة في الفريزر ممكن تبشريها، لو هي ناشفة يعني ومجمدة، هاتي المبشرة بتاعة الطماطم وابشريها، هتدّيكِ شوربة تحفة، بس أنا ما كانش عندي حتى برضه يعني حتّة دِهنة إن أنا أبشرها، فعملنا شوربة صناعية زي ما وريتِك اللي أنا عملته كده بالضبط، معايا فصّين توم، معايا كزبرة ناشفة، وهاحط ملح، وهامسكه ده برضه إيه، هامسكها أدوقها، قُلنا عقبال ما الشوربة بتاعتي تدّي غلوة كده ونروح عاملين حاطين الملوخية في قلبها، الموضوع ده كلّه كان قبل المغرب بربع ساعة، عشان يبقى عندِك علم، الموضوع يعني ما بياخدش وقت، خدت فصّين توم من اللي أنا دقيتهم بُصّي يعني يا دوبك فص، يعني مش هاقول فصّين هو فص، وحطيته برضه في قلب الشوربة بيعلّي التيست، بيخلّي التيست تحفة، هنا طبعًا الملوخية بتاعتي بعد ما خرّطتها الشوربة بتاعتي كانت كتير، حطيت حبّة في طبق قُلت لو احتجت هازوّد، ما احتجتش خلاص، هنا حطيت الملوخية بتاعتي يا دوبك بترُبّيها كده ضربتين 3 وتدّي غلوة واحدة، ما تقعّديهاش على النار كتير، يا دوبك هي غلوة واحدة، كل ما هتقعّديها على النار كل أمّا بُصّي هي مخضرة إزاي، هتلاقي الخضار ده راح في حتّة تانية وبقى غمقِت كده منِّك وهتلاقي الموضوع بقى مش لطيف، أنا هنا لقيتها تقيلة وزوّدت حبّة شوربة من اللي أنا سايباهم على جنب، هنا هارجع للتومة بتاعتي حطيتها طبعًا على النار مع حبّة زيت كده حلوين، مش كتير مش هنكتّر زيت، بس هُم برضه حبّة زيت حلوين، وحطيت كده ويا دوبك أول ما التومة بتاعتِك تحمَر روحي طاشة، شمي بقى، شمي أنا عايزاكِ تتخيلي الطعم والريحة، والملح ده بقى بالبركة، يعني أنتِ بتحاولي تضبّطي الملح بتاعِك ده برضه بالبركة، بنحط حبة ملح في الشوربة، حبة ملح في الفلفل في التومة، كده يعني. طبعًا ده كان محشي أول يوم، إحنا ده النهارده ده تالت يوم، ده كان محشي أول يوم مسكته حطيت معلقة سمنة كده في قلب الصينية، ورُحت مدخّلاه الفرن، أنا باسويه يعني باسخّنه في الفرن، دخّلته في الفرن خد اللون الحلو ده معلقة السمنة وادي الملوخية بتاعتي، وكان عندي حبة سلطة فايضين وألف هنا، ما تنسوش اللايك والشير، ربنا يسعد قلوبكم يا رب.